السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحه واحسن حال. قبل ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات هنعمل مع بعض كده الفطير المشلتت بطريقه سهله كده وبسيطه ومش هياخد معاك اي وقت. معايا هنا كده 1.5 كيلو من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من السكر، وعليهم معلقه صغيره من الملح. هو الفطير المشلتت مفيهوش اي اضافات، يعني هو الدقيق والملح ورشه الملح والسكر بس كده، مش اكتر من كده. هضيف كده السكر والملح واخلطهم كويس كده بالدقيق، وبعدين هنبدا نعجن الفطير بتاعنا. الميه اللي معايا يا بنات اللي انا هعجن بيها ميه دافيه، عشان خاطر تكون كده حلوه كده في العجينه بتاعتي، وتخلي العجينه بتاعتي طريه كده وتكون حلوه. مش ميه سخنه، لا، ميه تكون دافيه. بس كده خلطت كده الدقيق بتاعي بالسكر والملح، وهبدأ انزل كده بالميه. وطبعا الميه زي ما احنا عارفين مش هننزل بالميه مره واحده، عشان خاطر العجينه بتاعتنا ما تطرش مننا وكده. هنضيف الميه واحده واحده كده لحد ما نوصل لقوام العجينه اللي احنا عايزينها. بصوا، نزلت كده بشويه من الميه وهبدأ ان انا اعجن العجينه بتاعه الفطير. بتكون حلوه، بتكون طريه كده وحلوه معاكي. بس مش طريه اللي هي بتلزق، لا، تكون طريه كده وحلوه. بقى اوريكم كده القوام بتاعها عشان تكون سهله معاكي في الفرد، وكمان الفطير بتاعك يطلع كده حلو باذن الله. بس كده هنا كده بنزل بالميه حبه حبه كده لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا كنت ماسكه التليفون بايدي وكنت بعجن بيت، فطبعا ما كنتش عارفه اتحكم كده في العجينه بتاعتي، ففصلت التليفون وبعدين بقى عجنت كده العجينه. وبعد ما خلصتها كده بوريكم كده القوام بتاع العجينه بتاعتنا. بصوا القوام بتاعها ما شاء الله، بصوا حلوه كده، مش ناشفه معاكي، لا، لازم تكون طريه كده عشان خاطر العجينه بتاعتك تتفرد معاكي بكل سهوله. هنا كده يا بنات طبعا سبت العجينه بتاعتي بعد ما عجنتها، سبتها ترتاح. هي ما فيهاش خميره عشان تخمر، لا، هي هترتاح بس، ترتاح لمده مثلا 10 دقايق كده او ربع ساعه، عشان تبقى سهله معاكي في انك انت تعرفي تكوريها وكده. بص الكميه دي اللي هو 1.5 كيلو من الدقيق عملوا لي 3 فطاير كده حلوين، حجمهم حلو. انا كان ممكن ان انا اعملهم اكتر من كده، بس انا حبيت ان انا اعمل الفطاير بتاعتي تكون حلوه كده وكبيره ومسنوده. فعملت باخد كده خدت 3 كور كبار، 3 قطع من العجينه اللي معايا ديت، عملتهم كور كبيره. وبعدين باقي كميه العجين كلها هعملها كور صغيره بحجم كده الليمونه، يعني الكور الصغيره كده على قد حجم الليمونه كده في ايديكي. بس كده عملت الكميه كلها زي ما انتم ما شايفين كده. وجبت طبعا برضو في المرحله ديت بتسيب العجينه بتاعتك ترتاح، بعد ما بتكورها بتسيبها ترتاح عشان تتفرد معاكي بسهوله، ومش كل ما تفرديها تتلم معاكي، لا، لما ترتاح العجينه بتاعتك هتكون حلوه وتفردي فيها براحتك يعني. مش هتضايقك يعني وانت بتفردي فيها. بصوا خدت الكوره الكبيره اللي هي ام الصغيرين يعني، خدتها كده في الصينيه اللي انا هسوي فيها، حطيت فيها مسحه من السمنه اللي انا حطاها في الطبق ديت، سمنه على زيت، فكاها كده على النار وبشتغل بيها. خدت الكور الكبيره فردتها كده في الصينيه، وبعدين باخد الكور الصغيره كده، باخد كل واحده احطها في الطبق اللي فيه السمنه والزيت، وببدا ان انا اخدها كده على الرخامه بتاعتي، بفردها زي ما انتم ما شايفين كده، بفرد واحط الفطيره بتاعتنا. طبعا انا بعد ما عملت الكور الصغيره ديت عملت عديتهم، يعني شفتهم كام كوره بحيث ان انا اقسمهم كده على الثلاث فترات اللي معايا. فحطيت في كل طبقة، في كل فطيرة يعني كانت الكبيرة و8 صغيرين، يعني كده 9 طبقات. طبعا انت لو حابة تعملي طبقات اكتر من كده براحتك. بس كده يا بنت عملت الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، زي ما وريتكم كده. وطبعا غطيتها كده وسبتها كده ترتاح 5 دقايق بس كده عشان افردها تكون حلوة معايا. بعد ما سبتها كده 5 دقايق، بعد ما طبعا فردت الكمية كلها، جبت كده الطبق اللي فيه السمنة والزيت، وباخد طبعا اول فطيرة عملتها، باخد كده بايديا كده مسحة من السمنة كده، وببدأ ان انا على وش كده الفطيرة بتاعتي عشان تخليها لونها احمر كده وحلو.
لما تدخل الفرن، وبجيت كده ايه بفرد بيها، اخد مسح السمنه في ايديا كده وافرد. بصوا زي ما انتم ما شايفين كده، الموضوع سهل وبسيط والله العظيم، ومش بياخد اي وقت خالص معاكي. انا اشتريت يمكن من 10 ايام كده لورا، اشتريت فطير يعني كده اشتريته جاهز يعني وكده. والله العظيم جبت الفطيره ب15 جنيه، صغيره ما فيهاش يعني. فطبعا احنا لما بنعمله في البيت بيكون اوفر لينا وطبعا انضف يعني. بس فهنا كده عملت كده التلات فطاير اللي معايا بنفس الطريقه يعني. بصوا باخد كده مسحه من السمنه وعلى وش الفطيره بتاعتي كده وبدهنها كده، وببدا ان انا اخد من جوه كده لبره، عشان الفطيره بتاعتك ما تقطعش معاكي وانت بتفردي الفطير، تاخدي من جوه لبره. بصوا طريقته سهله وبسيطه ومش هياخد معاك اي وقت. طبعا قبل ما ابدا ان انا افرد الفطير في المرحله دي كنت مشغله الفرن بتاعي، بحيث ان الفرن بتاعي يكون يسخن يعني وكده. لو حطيت الفطير بتاعك على نار هاديه، يعني الفطير بتاعك مش هيتنفخ معاك وهيكون مش حلو. فطبعا تولع الفرن كده قبل ما تبدا، يعني قبل ما تدخل الصجان بتاعتك او الصواني بتاعتك الفرن تسوي فيها الفطير، لازم تخلي الفرن بتاعك يكون سخن. بصوا انا حطيت كده في كل رف كده واحده من فوق وواحده من تحت كده، وشايفين ما شاء الله الفطيره بتاعتي اتنفخت وشكلها ما شاء الله حلو. كمان يا بنات انا ما ولعتش الشوايه خالص، انا بسيب الفطيره بتاعتي تاخد لون من تحت ومن فوق بس من الفرن نفسه، لكن ما بولعش الشوايه، ما بحبش اولع الشوايه على الفطير يعني، هو بياخد لون كده مع نفسه من السخونه بتاعه الفرن. شايفين ما شاء الله شكل الفطيره في الفرن عامله ازاي. بس كده بس. هنا كده كنت بحاول ان انا اوريكم كده الشكل على الطبيعه، بس المروحه عندي البتاع دي اللمبه بتاعه الفرن ما بتنورش كده ايه ثابته، لازم تكون ايدك على الزرار بتاعها كده يعني ايه طول ما انت منوراها. بس هنا كنت طبعا طلعت الفطير بتاعي من الفرن وكده. بعد ما استوى طبعا عملت الثلاث فطيرات زي ما انتم ما شايفين كده، وطلعتهم كده على الصينيه اللي معايا. وطبعا الفطير او اي معجنات عامه لما بتكون في الفرن وتطلع بتبقى ناشفه شويه، بس اول ما تطلعيها كده تروحي تغطيها وهي سخنه بتطرى معاكي وبتكون حلوه. ادي كده شكل الفطير بتاعنا وما شاء الله شكلهم حلو، وكمان باذن الله كده طعمهم هيكون احلى يعني. بصوا كده شايفين يعني الثلاث فطيرات شكلهم حلو كده وشكلهم يعني يفتح النفس، وما خدش معايا اي وقت، ومكوناتها سهله وبسيطه يعني. بس كده يعني تقدري تعملي حتى لو كيلو، يعني ممكن تعملي كيلو. بصوا جربوا كده في كيلو واحد بس من الدقيق كده، واعمليه كده فطرتين بالطريقه ديت وان شاء الله كده هيعجبكم. بس هنا كنت بوريكم كده شكل الفطير عشان اوريكم كده اللون بتاعه. كنت حابه والله ان انا اوريكم كده بس قلب الفطيره يعني وكده عشان تشوفوها، بس الفطير كان سخن فما كنتش عارفه يعني ايه اقطعها معاكم يعني وكده. بس انا كنت بحاول يعني ان انا اوريكم بس ايه شكل الفطيره بتاعتنا من جوه عامله ازاي. بصوا شوفوا التوريجه بتاعه الفطير ما شاء الله حلوه، وكمان مش مكتومه معايا. طبعا لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت تنزلي تحت على كلمه اشتراك تضغطي عليها وتضغطي على كلمه الكل، عشان كل ما انزل فيديو يوصلك كده اشعار بفيديوهاتي كده وشوفيني على طول. ما تنسينيش من اللايك. مع السلامه.